صباح الخير إذا كان عندكم صباح، ومساء الخير إذا كان عندكم مساء. كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم سويت معاكم ألذ شاورما دجاج راح تذوقونها وبطريقة جدا سهلة، لازم تكون على سفرتكم. أول شي راح أبدأ أتبل الدجاج. استخدمت طبعا صدور الدجاج. راح أضيف عليها زبادي، معجون طماطم، زيت زيتون، عصير ليمون، والبهارات. أنا حطيت ملح، كاري، فلفل أسود، بابريكا، وبهارات 7، وشوية بودرة ثوم. ممكن كمان تحطون ثوم يكون فريش، وراح أتركها على جنب. الأفضل إنكم تتركونها ليلة كاملة، بس أنا الصراحة كنت مستعجلة وتركتها بس شوية، تقريبا ساعة أو نص ساعة. بعدين في مقلاة راح أحط الزيت، بصل كميته على حسب رغبتكم. أنا أحب البصل يكون جدا ذابل، يعني لين يتغير لونه تماما. ممكن انتو كيفكم تسوونه. بعدين راح أحط دجاج، راح أقلبه إلين تنشف الموية حقته. في هذا الوقت راح أسوي الصوص هو عبارة عن قشطة، كريمة، طحينة. طبعا الكميات على حسب الصينية اللي انتو راح تسوونها. ملعقة كبيرة من الجبن السايل، وملح وفلفل أسود، وراح أخلطها كلها مع بعض زي كذا. إذا تبغونها مرة تكون سايلة عادي اخلطوها بالخلاط أو بالخلاط اليدوي، بس أنا أشوفها كذا تمام صراحة ما تحتاج. بعدين آخر شي راح أحط جمرة، إذا تحبون كذا يكون فيها نكهة الشواء كذا. صراحة أنا مرة أحب هذه الحركة، صح إنها مضرة بس يعني مو دايما تسووها، فهمتوا؟ وبعدين حطيت بقدونس أو كزبرة عادي، وبكذا صارت جاهزة. الحين راح أبدأ أسوي الصينية. في صينية راح أحط البطاطس. أنا مسوي بطاطس من قبل، حطيته في القلاية الهوائية، تبلته بزيت زيتون وبهارات. انتم ممكن تقلونه أو عادي تحطونه كذا. بعدين حطيت بطاطس كمان، بس إنه بطاطس اللي يجي جاهز. ممكن تستغنون عنه لأنه مو أساسي، بس أنا حبيت أحطها كلها. آخر شي حطيت الدجاج، وحطيت الصوص الأبيض اللي سويته معاكم. راح أغطي الصينية كاملة بالصوص. ممكن كمان إذا تحبون الجبن تضيفون جبن، وزينتها بالسماق. وراح أدخلها الفرن إلين تتماسك، تقريبا راح تاخذ 20 دقيقة زي كذا. طبعا هنا كانت حارة ما قدرت أشيلها عشان أوريكم شكلها. وبكذا صارت جاهزة. هذا شكلها أول ما طلعتها من الفرن. حطيت عليها بصل مقلي طبعا اختياري. وبكذا ألذ صينية شاورما صارت جاهزة. ما أحكي لكم قد إيش لذيذة، لازم كلكم تجربونها. وصراحة طريقتها يعني مرة سهلة وما تاخذ وقت، لازم تكون على سفرتكم. شوفوا الجمال، بس شوفوا جدا لذيذة، لازم تجربونها. اكتبوا لي الوصفات والأشياء اللي حابين أجربها معاكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل جرس التنبيهات. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الثاني.